بسم الله الرحمن الرحيم، ورجعت لكم في فيديو جديد. هنعمل مع بعض البوكيه القمر ده. بوكيه ينفع للخطوبه، بوكيه ينفع لزفاف لو انت مميزه وبتحبي لونه الاحمر بدل الابيض، بتحبي حاجه طاقه كده ومطرقعه غير التقليدي. عايزه اقول لكم ان البوكيه التلجي ده من اكتر البوكيهات الترندي الفتره الجايه، وشوفوها بقى الفترات 2025 هيبقى حلو ازاي. مش مكلف خالص، سهل السهل الممتنع حقيقي، من البوكيهات السيمبل جدا. طبعا ممكن نشيل الورد ده نحط اي لون ورد تاني هيبقى معانا تحفه. ده غير ان احنا ممكن نقدمه هديه تخرج، قطعة خشبة صغيرة جدا مقصوصة خشب ليزر بلون ذهبي بسيلفر، أي لون مناسب للورد وللديكور نقدر نغيره. كمان ممكن نعمله هدية لعيد ميلاد براحتنا، ممكن نضيف فيه كمان فراشات أحمر زي اللي عندي هناك دي. كمان ده كله باكج عروسة كامل. لو انت عروسة أو قربتي على جوازك ما تتردديش خالص انك تبعتي لي رسالة وتقولي لي الباكج بتاعك ايه. محتاجة منديل، محتاجة مروحة، محتاجة مراية، محتاجة صينية، محتاجة بوكيه بروش، أي حاجة الحمد لله متوفرة معانا بأي تصميم مهما كان تصميم ايه في دماغك. انا كنت مطوله معاكم في المرايه دي، لان المرايه دي هعمل لكم عليها عروض جامده جدا الفتره دي. فتابعوني على الانستا اللي هتلاقيه مكتوب عندكم قدامكم، هتلاقوني منزله عليه عروض وحرق اسعار. يعني بصوا سعر مش موجود في الوجود، حاجه كده انا عاملاها الشهر ده بس عشان السنه الجديده. تمام، عشان بس شهر 12 فقط لا غير. بعد كده ان شاء الله الاسعار كلها هترجع زي ما هي، والباكجات بتاعت العرايس كلها ان شاء الله من اول السنه الجديده هترجع في الاسعار المعقوله. هنحتاج باقتين او 2 باقه من الورد الاحمر. ده ورد احمر بلدي، وكمان قطيفه، فده من المميز جدا 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 حقيقي، يعني من اكتر الورود اللي بحبها. كمان مناسبة جدا للفالنتاين، ومناسبة لأعياد الميلاد والمناسبات والتخرج بقى. بص، كل حاجة الأحمر في كل حاجة بصراحة. فالعروسة اختارت الأحمر ده المرة دي، فأنا ما كنتش عارفة بصراحة، ما كانش في حاجة في دماغي أعمله لها. فهقول لكم كمان في النص كده على كام فكرة للبوكيه ده هتغير شكله تماما. وفي واحد بوكيه عاملاه احمر برضو بشكل مختلف بتركايه واحده غيرت شكله خالص، بس هقول لكم بقى في وسط الفيديو. تمام، لما اوصل المرحله اللي انا فيها. تمام، اول حاجه طبعا بنشيل الحته اللي تحت خالص دي، يعني ملهاش اي 30 لازمه، بنقعد نقصها بالقصافه لحد ما نتخلص منها. عايزين كده شويه قوه والحمد لله بنخلص منها خالص. تمام، نخش على المرحله التانية اللي احنا بنشيلها على طول في كل بوكيات بتاعتنا. الورق الاخضر ده على فكره هتحتاجوه، فاحتفظوا بيه لان هتحتاجوه في حاجات تانية قدام. عشان لما اقول لكم نيجي نحتاج الورد الاخضر ده في ايه، هتحتاجوه في بوكيهات معينه ما بيبقاش فيها، فانت بتاخديها من ده عشان تحطيها. تمام، ابتدي بقى نرص الورد في نفس يعني الموازنه بتاعته او نفس الاتزان بتاعته جنب بعض جنب بعض. هنصعب الموضوع مع بعض ليه؟ تمام، انا هفترض ان في ورده في النص، وهنلف تقريبا حوالي 5 وردات حواليها. تمام، كده ادي 2 3 4 6، 6 وردات. احنا خلاص عملنا 6 وردات، نثبتهم باي سولوتيب انتوا عايزينه. السولوتيب الصغير ده مثلا عشان انا بيبقى تثبيت مؤقت، لكن لو عايزينه بقى التثبيت المتين لازم السولوتيب العريض. ثبتنا تثبيته صغيره عشان بس ما يقعش مننا خلاص، ونقوم خلاص بقى متين بالتثبيت ده. في كمان المرحله الثالثه للتثبيت وهو الشمع، وهقول لكم هيبقى امتى بالظبط. خلاص بقى نقدر ان احنا نطلعه فوق شويه، ننزله لو حاسين واحد اقصر واحد اعلى. المرحله دي هنسويه مع بعض، لكن بعد كده المرحله هتبقى اصعب. تمام، نبتدي بقى نرص حوالين الخمسه دول، او السته تاني دور كمان. يبقى انا كده خلصنا الاتنين باقة. في بعض من الباقات بتحتاج ورد اكتر من كده، فبنحتاج 3 باقات. تمام، فانا هنا احتجت 2. اثبت بس الحروف وبعدين نكمل رص عادي جدا. لو انتوا حاسين ان هو ما بقاش مظبوط شويه، السولوتيب بيخليك الموضوع مرن، نقدر نطلعه وننزله كده براحتنا خالص. يعني الورديه بتطلع من السولوتيب براحتنا. بعدين بقى خلاص سويناهم كلهم نفس الاتزان. نعمل مسدس الشمع هيخلينا يثبتوا جدا جدا جدا، يعني زي ما انتوا خلاص بقى مش هتعرفوا تشيلوها، لو فكتوها هيبوظ. فبثبت عشان اضمن ان ما يتحركش بقى خلاص ولا ورديه من مكانها. زيادة تأكيد برضو اقلبه، يعني عادي صباع الشمع بكام يعني يا جماعة، فرتكوه عادي مش مشكلة. تمام، خلاص ثبت معانا وبقى متين، وبقى ممكن بقى نعمل له الايد دي خلاص، ونعمل له
هيبقى كده. نعمله مثلا ستان حوالين الايد دي، ونعمل الشراشيب السيلفر او الابيض، ممكن نحط كام فص الماس في النص، خلاص بقى شكل بوكيه كده شكل. لكن لا، انا في ده مش هعمل كده، مش هستخدم الماس، هستخدم التلجي ده. انا حقيقي ما كنتش عارفه هعمل بيه ايه، قلت يا رب طب انا هعمل بيه ايه، مش عارفه. بعدين كنت محتاره يعني بصراحه، جيت قلت ممكن نحط بيبي فلاور مثلا، ممكن نحط حاجه تانية. انا تقريبا استخدمت 3 فروع من التلج ده، عشان بس لو سالته تقريبا 3، يعني هي الواحده بتتباع بالواحده. انا مش قصدي اللي هو الفرع، اللي هي الفرع الواحد، لا، يعني الواحده اكنها باقه، اعتبريها باقه. فالباقه استخدمت 3 باقات بمعنى اصح. بقص فرع فرع منهم، والفرع بفتحه زي ما انتم شايفين كده. الفرع بيبقى تحس ان هو مقفول شويه او مضموم، فببتدي ان انا افتحه عشان شكل التلج يظهر معايا. وبثبت واحده بواحده زي ما انتم عارفين بسولتب، زي سهل جدا. حقيقي بجد سهل جدا، واي حد كمبتدئ ممكن ان هو يعني حاسه ان هو يعمله بكل سهوله. المهم بس الفروع تبقى في اتزان واحد، ما تبقاش حته عاليه وحته واطيه. وكمان الفروع بصوا بتحتاج انها تتفتح زي ما انا بقول لكم كده عشان الشكل. انا بصراحه شايفه ان هي الباقه تلجيه، يعني الباقه دي باقه تلجيه. وخصوصا ان احنا ممكن نغير الورد الاحمر ده بحيث ان هو ابيض، بينك، لبني، تخيلوا اي لون تحبوه. آه هيبقى سهل جدا. قولوا كده رايكم ايه يعني. بما ان البوكيه ده سهل جدا، اللي هو يعني سهل وفي نفس الوقت دمه خفيف وفي نفس الوقت شيك. انا بحب اقول لكم كده افكار مختلفه وفي نفس الوقت يعني ايه، باقه واحده او هو فيديو واحد طلعتوا منه بافكار كتير جدا. وخصوصا انتوا مثلا لو انتوا لسه مبتدئين ممكن تستخدموه. ده بقى البيبي فلاور بقول لكم عليه، كان عندي بيبي فلاور احمر، حطوه. ممكن كمان بيبي فلاور ابيض وتحطوه حوالينه، فده كده بوكيه تالت خالص. شوفوا بقى خدنا كام فكره. انا ما كنتش عارفه اعمل ايه، بعدين في الاخر قررت ان انا هعمل التلجي، هقلب التلجي بالمنظر ده، التلج تاني بالمنظر ده، وهتبقى دي الايد بتاعته بدل الشراشيب. يعني انتوا ممكن كمان تحطوا ايد شراشيب آه وهو تلجي كده. شوفوا كام فكره بذمتكم، طلعتوا 4 5 بوكيهات من الفيديو ده، صح؟ بكميه افكار كتيره جدا. وخصوصا ان انتوا مش يلخبطكم ان الورد احمر، احنا ممكن نشيل الورد الاحمر ده ونحط اي لون تاني عادي جدا، فهيبقى، تخيلوا بقى شكل البوكيه لو كان ابيض هيبقى عامل ازاي. انتوا ممكن تعرفوا ان انتوا تغيروا اللون الاحمر ده او النوع الورد ده، وتحطوا مثلا ورد بلد ورد توليب. توليب، تخيلوا شكله هيبقى ايه. قولوا لي بقى في الكومنتات ايه اكتر فكره عجبتكم. مش عايزه لوك كتير قوي معاكم. احنا خلاص رصيناهم تحت زي ما انتوا شايفين كده. بدات ان انا اثبته بالشمع، وخلي بالكم عشان ما تحصلش الكارثه، انا كنت حاطه شمع كتير قوي من فوق، وابتديت ان انا للاسف الشمع نزل على ايدي، لان انا كنت بحط بذكاء شويه. فخلي بالكم من حاجه زي كده. عموما هو الهاند ميد عموما ما ينفعش ما نتلسعش من الشمع زي ما بتقولوا. تمام، رصيناهم وظبطناهم خلاص وكل حاجه. نبتدي ان احنا ممكن في حته الايد دي نحط شريطه ستان الماظ، او ممكن كمان نعمل لولي حواليها. انا هنا عملت اللي هو ده شريط الفازلين اللي هو فيه، راح من بالي كالعاده، اللي هو كسر الازاز الصغير خالص ده، او اللي هو اللولي الصغير خالص ده. انا بس هو راح من بالي، انا عارفه اسمه بس هو سقطته وانا بتكلم. هو عشان بس ما نضيعش وقت الفيديو، هو الشريط اللي على المكتب ده. تمام، افتكرت الحمد لله هو اسمه كسر نجف. تمام. عارفين انتوا النص لولي الخفيف او الاستراسات اللي انا بقول عليها استراس كده، اللي بتحط على البوكيهات التوليب اللي هو البوكيه الاميرات، ده نوع من انواع الاستراسات. ده انا مستخدمه الابيض، في منه سيلفر وفي منه درجات كتيره قوي، بس هو بقى الشريط ده هو بقى انا عامله ابيض. تمام. بس ممكن تحطوا في شرايط كده بتبقى عريضه فيها لولي، فيها الماس، بقى فيها افكار كتيره جدا. مش هطول عليكم اكتر من كده. يا رب الفيديو يكون عجبكم. اسألوني على العرض بتاع المرايات. العرض المرايات يا جماعة ما تفوتهوش، انا عاملة حرق سعر في المرايات رهيب. انتم مش متخيلين حرق سعر مرايات بجد، مش هتتخيلوا سعرها. مش هيبقى النص، مش هينزل النص ولا الربع ولا التلت حتى. هو هيبقى، مش عايز اقولكوا هيبقى 10% بس، يعني 10% من سعرها الاصلي. مش متخيلين. ممكن يبقى 20 30% بس.
يعني خصم تقريبا 70%.